بيان. باسم الخالق العظيم، باسم عشيرة الهبابات، نعزي أنفسنا ونعزي الشيخ مطني حواس الإسديت وعشيرته بمقتل شخصان من عشيرته. نحن كعشيرة الهبابات نؤكد من خلال هذا البيان بأن لا توجد عداوة بيننا وبين عشيرة من عشائر العراق. كان أحد أهداف داعش عندما احتل مناطق سنجار هو إحداث شرخ بين مكونات المنطقة وتمزيق النسيج الاجتماعي، والحمد لله استطعنا أن نحافظ على هذا الترابط الاجتماعي والعشائري بين عشيرة الهبابات والعشائر الأخرى، رغم قتل وخطف الآلاف من الشعب الإيزيدي والمئات من عشيرة الهبابات. ولا زال العشرات من أبنائنا ونسائنا مصيرهم مجهول رغم حدوث بعض الحوادث في المنطقة في السنوات الأخيرة، إلا أننا على ثقة تامة بأن العقلاء من شيوخ العشائر قادرين على تجاوز هذه المرحلة والعمل معا لترسيخ الأمن والاستقرار والتعايش السلمي في المنطقة وتجنب المنطقة من الصراعات الطائفية. أما بخصوص حادثة 6 أيلول التي راحت ضحيتها شخصان من عشيرة الشيخ مطني حواس الإسديت واعتقال 4 شباب من عشيرة الهبابات، لم يكن هناك أي عداوة بين عشيرة الهبابات وعشيرة السديد منذ زمن أجدادنا، وتفاجأنا بأن المعتقلين من أبناء عشيرتنا. وبخصوص هذا الأمر القانون يقول إن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، ونحن مع القانون والعدالة، لكن تصرف بعض الأشخاص وتصريحاتهم عبر وسائل الإعلام التي تؤدي إلى تضخيم القضية وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة بين الإيزيدية والعرب لا تخدم مصلحة أي جهة منهم، وإنما لمصالح شخصية ومكاسب سياسية وبروز شخصيتهم سواء كانوا من العرب أو الإيزيدية. ونحن كعشيرة الهبابات لن نقبل بهذه التصرفات والمزايدات السياسية على حساب دماء الشهداء. نقدم شكرنا وتقديرنا لجميع العشائر العربية والإيزيدية الذين يسعون إلى وحدة مكونات سنجار وعدم خلق الفتنة الطائفية بين في المنطقة. اليوم 9 أيلول 2020، عشيرة الهبابات، قضاء شنغال.